بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفه سهله وسريعه. لو مستعجلين وعاوزين تعملوا اكله حلوه وما تاخدش معاكم وقت ولا مجهود، جربوا الوصفه بتاعت النهارده. هنعمل ان شاء الله كفته داوود باشا بطعم حلو جدا وسهله وسريعه، ومش هتاخد معاكم اي وقت خالص. معايا هنا نص كيلو من اللحمه المفرومه. هحط عليهم بصلايه كبيره بشراها بالمبشره. والتوابل بتاعتي حطيت ملح وفلفل اسود ومعلقه كبيره من بهارات اللحمه ومعلقه صغيره من البيكنج باودر. واللي هيميز الطعم ويدي طعم حلو جدا لكفته داوود باشا هي هحط نص معلقه صغيره من القرفه. وبعدين نعجن الكفته كويس جدا او اللحمه بتاعتنا حلو جدا مع البصل كده والتوابل اللي حطيناها لحد ما الانسجه بتاعت اللحمه تبان كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهنبدأ بقى نجي نعمل الكور صغيرة او متوسطة الحجم على حسب ما انتوا عايزين تخلوها متوسطة او كبيرة براحتكم. احنا هنا عملتها متوسطة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنعمل الكمية كلها. طبعا احنا بنعمل على حسب عدد افراد الاسرة، زي ما قلنا عايزين تصغروا الحجم شوية عايزين تكبروه. بس انا كنت شايفة الحجم الوسط ده كده مظبوط وهيطلع معاكم حلو جدا. هنخلص الكمية بقى كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد ما هنخلصها هندخلها التلاجة تقريبا مش اقل من نص ساعة 10 دقايق لو انتوا مستعجلين. طبعا لما بنحطها في التلاجة بتتماسك ومبتتهريش معانا او بتفك معانا لما بنيجي نحمرها في الزيت او في الزبدة اللي احنا هنستخدمهم. فالخطوة دي برضو مهمة، يعني لو تسيبوا اللحمة ترتاح شوية هتبقى حلوة جدا معاكم. بعد ما خلصنا بقى الكمية كده زي ما قلت لكم هندخلها التلاجة شوية، وبعد نص ساعة انا طلعتها. هنبدأ نجيب الطاسة او الحلة بتاعتنا، نحط فيها معلقة من الزيت ومعلقة من الزبدة. تقدروا تستخدموا حاجة واحدة بس، زيت او زبدة او سمنة المتوفر والموجود معاكم. وهنحط كمية اللحمة المفرومة او الكفتة اللي احنا جهزناها كلها، او على حسب برضو ايه الطاسة او الحلة ما تاخد معاكم. اهم حاجة الطاسة تكون سخنة والنار عالية شوية، علشان لو عملناها على نار هادية اللحمة هتنزل المية بتاعتها وتنشف معانا، واحنا مش عايزين ان الخطوة دي. يعني لازم كده تكون النار عالية معانا ونحط الكفتة ومش هنقلبها غير لحد ما تاخد بس لون كده من تحت. اول ما تبدأ تاخد لون معايا من تحت هنبدأ نقلبها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما نستعجلش عليها علشان الكفتة ما تتهريش وتفك معايا في الطاسة. لازم تخلوها تاخد لون كده من تحت وبعدين نبدأ نقلبها. خلاص بعد كده ما كلها اخدت لون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هبدأ اطلعها بقى في طبق. هنخرج الكمية كلها، وفي نفس الطاسة او الحلة اللي احنا استخدمناها مش هنغيرها. احنا قلنا مش هنستخدم بقى ولا ادوات ولا مجهود كتير ولا اي حاجة. هي في نفس الحلة هيكون معايا 3 فصوص من الثوم مهروسين. ومش هنزود تاني مادة دهنية ولا اي حاجة، في نفس المادة الدهنية اللي حمرنا فيها اللحمة المفرومة. هنبدأ نشوح التوم كده لحد ما ياخد اللون الذهبي او اللون الاصفر الفاتح. مش هنزود عليه، ما تضغطوش عليه في السوى، لان لو اتحرق معاكم او اخد لون زيادة هيمرر ويخلي طعم الاكل مش حلو. معايا بقى كمان 3 حبات من الطماطم بشراهم بالمبشرة. وكمان معايا معلقة كبيرة من معجون صلصة الطماطم. ونفس البهارات اللي حطيناها على الكفتة هنحطها مع الصلصة. حطينا ملح وفلفل اسود وملح وفلفل اسود وبهارات من اللحمة ورشة صغيرة من القرفة. وهحط كوباية من المية السخنة. وهنقلبهم كده كويس جدا مع بعض لحد ما تتقل وتتسبك معايا الطماطم توصل معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين الطماطم لمت الحاجات كلها اللي نزلت من الكفتة وبتدي طعم حلو جدا بقى معاها. بعد ما الطماطم بقى ما اتسبكت هننزل الكفتة اللي احنا حمرناها مع بعض. وهنسيبهم بقى مع بعض في التسبيكة دي مش اقل من 10 دقايق. هنغطي عليها ونسيبها على نار هادية 10 دقايق ربع ساعة.
زي ما انتوا عايزين يعني، مش اكتر من كده، ما تزودوش عن كده يا بنات، لان هي كده كده الكفته مستويه. احنا بس عايزين الكفته تشرب من الصلصه او من الصوص بتاع الطماطم دوت. وهتدي طعم طبعا عشان تاخد الطعم الحلو بتاع الصلصه. ويا بنات ما تنسوش الرشه بتاعه القرفه، بتخلي الوصفه والطعم في حته تانية خالص. وكده خلاص بتكون جاهزه معايا وبنبدا نقدمها. وطبعا انا عملت معاها رز حبه وحبه، تقدروا تعملوها رز بشعريه او رز ابيض، او كمان لو حابين تاكلوها بكده زي ما تحبوا وزي ما انتوا عايزين. لو عايزين تزينوها شويه من البقدونس، انا هنا كان عندي فلفل اخضر، ما كانش عندي بقدونس بصراحه، فحطيت زينتها كده هو بالفلفل الاخضر. وزي ما قلت لكم قدمتها مع رز بشعريه. وكده خلاص اكون انا وصلت معاكم لنهايه الفيديو. اتمنى الفيديو يكون عجبكم والوصفه تكون عجبتكم، وجربوها وقولوا لي رايكم فيها. وجربوها برشه القرفه دي الوصفه الاصليه بتاعت كفته داوود باشا، وان شاء الله تعجبكم. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده باذن الله.